تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بوادي زمن من حجز سيارة خفيفة قادمة من مدينة مولي بوعزة في اتجاه مدينة وادي زمن بعدما نصبت لها كمينة، حيث كانت محملة بكمية كبيرة من المخدرات وصلت إلى 300 كيلو غرام وسط الأسبوع الجاري. وكشفت مصادر محلية أن سائق السيارة المشبوهة رفض التوقف عند حاجز الدرك الملكي منطلقا بسرعة كبيرة، وبعد مطاردة شرسة من قبل عناصر الدرك الملكي أدت إلى انفجار إطار العجلة الأمامية، ما اضطر السائق إلى الانعراج واختراق الحقول الفلاحية بالمنطقة. وأضافت المصادر ذاتها أن السائق فر هاربا بصحبة صديقه، حيث تم حجز حوالي 300 كلغ من المخدرات وسكينين من الحجم الكبير و10 خراطيش بندقية صيد وكرات حديدية وصفائح مزورة ورقم هيكل مزور.